مازالكم حايرين واش طيبوا العشاء؟ واش رايكم اليوم نوري لكم كيفاش طيبوا هاد الوصفه اللي رايحه تجيكم بزاف بنينه. عندي راس كرومبيط، نحيت له هذاك الشابو الفوقاني ونجيب القدره نحطو لداخل، نزيد عليه الماء ونخليه فوق النار 10 دقائق سوا ونطفي. وهنايا عندي هذا الرز المفور تاع غاريدو، رايحه ناخذ منه عبار 4 حتى 5 مغارف كبار، نغسلو مليح ونحطو يطيب في الماء. وفي الليان نحط شويه تاع لا فيوند عشي، نزيد عليه البصل، هذاك الرز اللي طيبناه، المعدنوس، شويه تاع البيض، ونتبلو براس الحانوت، العكري، فلفل الكحل وشويه تاع وبعد ما نعجنو مليح رايحه ناخذ شويه من هذه الكميه نشكلها كوريه. وراكم تعرفوني انا نحب نطيب في الطاجين، تقدروا تستعملوا طنجره، نحط فيه شويه تاع الزيت ونروح نقلي هذوك لي بولات غير يحمروا. وقباله في هذيك الزيت نحط الطوماطيش، الثوم، الزيت اللي كنت نحيت له الملح ديالو، طوماطيش كونسونطري، ونتبلو بنفس التوابل اللي تبلت بهم اللحم. من بعد نمرق بشويه تاع الماء، نغطيه ونخليها تكتك على خاطر. والكرومبيط نصفيه مليح من هذاك الماء، وشوفوا كل ورقه راح تنحى معكم بكل سهوله. نحي هذيك الجهه الخشينه نطويه بهذه الطريقه ونعمرو بلا فاكس في الوسط ونلويه كيما البول. ورايحه نكمل كل كميه بهذه الطريقه. نعاود نولي الطاجين ديالي بعد ما تجمر مليح هذاك الزيتون. انا نحب في هذه المرحله نحي حبيبه تاع زيتون، نحط كامل هذاك الكرومبيط، نزيد الزيتون من الفوق، ونزيد نحط كامل هذوك لي بولات دو فيونداشي مع الزيتون اللي قعد، ونغطي عليها ونخليها تكتك على خاطرها حتى تتجمر مليح ويدخلوا كامل. وصفتنا لنهار اليوم راهي واجده. وبلا ما ننسى كلمسه اخيره نزيد له رشه معدنوس من الفوق. وشوفوا هذه الوصفه تجيكم بزاف بنينه. ودوكا باش تعرفوا بنتها لازم عليكم تجربوها. شهيه طيبه وسلام عليكم.